اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها اخبار الاهلي والصفقات وبعض اللعيبه اللي الزمالك والاهلي بيتابعها. لكن خلينا في البدايه نبدا بالصلاه على النبي. النهارده ليله الجمعه، اكثروا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين فصلوا عليه. تعال نتكلم في اول خبر معايا. فاكر لما قلت لك ان ارض نادي الزمالك دي هي المتنفس الوحيد؟ ما صدقتنيش. تعال نقول النهارده ان خبر ان المستشار مرتضى منصور رئيس الاسبق نادي الزمالك قدم بلاغ جديد في مجلس اداره نادي الزمالك في نيابه الاموال العامه بخصوص ايه؟ فلوس؟ لا. بخصوص رشاوي؟ لا. بخصوص مخالفات؟ لا. بخصوص ارض 6 اكتوبر. يعني هو اصلا المستشار مرتضى ما كفروش انه خلى نادي الزمالك على الحديده وجاب صفقات في شنك وضيع نادي الزمالك وخلاها مديون لطوب الارض. فالزمالك النهارده بيصارع الموت اكلينيكيا، بيصارع الموت اكلينيكيا. فيعمل ايه؟ يزود الطين بله ويشتكي نادي الزمالك. قلت لك يلا ان ارض 6 اكتوبر هي المتنفس الوحيد لنادي الزمالك. فنعمل ايه؟ نخنقه ونزود الخناق نشتكيه. مع ان نادي الزمالك خلي بالك، انا اكتر الناس كنت بحب مجلس اداره الزمالك، والنهارده بنتقدهم بشكل انت بتشوف فيديوهاتي. لكن تعال نتكلم بموعود الله. هل لو مجلس اداره نادي الزمالك غلطان كان احال الملف كله في ارض 6 اكتوبر للنائب العام؟ ما انا لو غلطان هخاف هداجي على خيبتي زي ما بيقولوا. لكن انا النهارده بعت الملف كله لسياده وكيل النائب العام عشان اقول انا يا جماعه في السليم. وتيجي تسالني طب يا انزي سبب مشكله سحب الارض؟ قلت لك قبل كده مشكله ارض نادي الزمالك المفروض ان انقضاء المده بتاعه البناء، يعني كان المفروض نديهم مده، المده ديت خلصت ونادي الزمالك المفروض يبني او حاجه زي كده يعني. بس الزمالك عنده مستند من مستشار رئيس الجمهوريه بزياده المده. طبعا وزير الشباب والرياضه وزير الاسكان تغاضوا عن حاجه زي كده والقصه لسه ما كملتش. لكن هقول لك خبر على يعني متاكد منه بنسبه كبيره ان مجلس اداره نادي الزمالك هيقدم استقالته لو حصل وزير خد ارض بديله. ده الكلام اللي جاي من داخل مجلس اداره نادي الزمالك. طب نادي الزمالك مستعد ناخد ارض بديله؟ بقول لك لا، وهم مستميتين على ارض نادي الزمالك. وطلعت اتكلمت في اكتر من حاجه لكن مش مجالنا نتكلموا فيها. الفيديوهات موجوده وخشوا شوفوا ايه في موضوع ارض 6 اكتوبر. حلو. لكن اول خبر زي ما قلت لك هقول لك تاني ان مرتضى منصور بيشتكي نادي الزمالك بسبب ارض 6 اكتوبر. وحسبي الله ونعم الوكيل في الاشخاص اللي انا كنت طلعت وقلت ان الراجل ده واحد من اسباب دمار نادي الزمالك. واتكلمت وقلت يا جماعه ان الراجل ده مش هو جاي حمى الحمى وانا عامل فيها الاسد وبابا المجال، وهو جاي اصلا بخطه وهي تدمير نادي الزمالك، وان الزمالك عليه فلوس في عهده اكتر من اي نادي تاني. ده كان اول خبر معايا. تعال بقى ادخلك الاخبار الموثوقه. فاكر لما كلمتك قلت لك ان الاهلي يعتبر مخلص كل حاجه مع زي النعيمات، فاضل بس الاتفاق مع ناديه. خش الحلقه اللي فاتت وانت تشوف كلامي ده صح ولا غلط. حلو تمام. النهارده نادي الاتفاق السعودي دخل للظفر بخدمات منتخب لاعب الاردن يزن النعيمات. بص يا سيدي، قلتها لك قبل كده ان الاهلي ممكن يكون مخلص مع اللاعب ويكون بيعمل كل ده شو عشان الصفقه تبقى على صفيح ساخن ويقدر يستفيد منها اعلاميا. حط ده اعلاميا، الله اعلم كلام صح ولا غلط. لكن لا متاكد منه زي شوبير مأكده ان الاهلي مخلص كل حاجه مع يزن النعيمات. فاضل بس اتفاق مع دي، اعتقد بيلعب في العربي القطري لو انا مش متذكر قوي. ذكرني احط كلمه في الكومنتات لو انا في مشكله ولا حاجه. بص يا سيدي، طب الاهلي مين قريب ليه عشان خاطر يتعاقد معاه في يناير؟ هم 3 لعيبه. بابلو صباغ ولاعيب اسمه يوسف بالعمري، اعتقد يعني اسمه يوسف بالعمري اعتقد يعني اسمه يوسف بالعمري اعتقد يعني حاجه زي كده يعني. ويزن النعيمات. حلو، 3 لعيبه: بابلو صباغ، يوسف بالعمري ويزن النعيمات. طب موضوع انه اقرب يا انزل اقول لك بقى. يوسف بالعلمي ده اعتقد بيلعب في الرجاء باك شمال. الاهلي يعتبر مستميت عليه، هو ويزن النعيمات، دول اول 2 الاهلي مستميت عليهم. بابلو صباغ في القصه بس لك قدام دلوقتي ايه اللي موقف في الدنيا. طيب الاهلي بيدرس انه يدخل اشرف داري مدافع الاهلي في الصفقه مع حط تحتها مليار و300 مليون خط. ليه يا انز؟ مع تحمل الاهلي مستحقات جزء من مستحقات اشرف داري زي ما عمل الاهلي في قصه غسلين لما عول الجيش الملكي تاني. فاكر لما قلت لك قبل كده ان الزمالك جاي له عرض صلاح الدين مصدق المغربي وصوتت وقلت يا جماعه والله صوتوا معايا كمان ان اللاعب ده يمشي عادي وتتحمل جزء من راتبه النهارده الاهلي بيعمل تاني صفقه اهو. الحمد لله، هنا لا نقول الا الحقيقه، ورايي دايما الحمد لله بيطلع هو الصح. لكن انت النهارده عملت ايه مع صلاح الدين مصدق؟ خلاص ولا عملت اي حاجه. فاللي انت ما كنتش تعمله نادي القرن بيعمله، احسن نادي في الدنيا بيعمله.
بطل العالم الاهلي بيعمله، حط زي اي مسمى سين من الناس بيعمله، فيطلع لك ده الاهلي مش عارف ايه. الاهلي برضه ساعات بيقع في اخطاء عن طريق صفقات فاسده او اسلحه فاسده زي الصفقات ديت، فاشرف داي بسبب الاصابه فعاوز يتخلص من راتب اللاعب ويحاول يفضي مكان، فقال لك اتحمل جزء من راتبه ومع السلامه يا عم والقلب داعي. حلو. لكن احنا هنا بنهجص في الزمالك، بنهجص. ومع استكمالا للتهجيص او الهجص، حصل اجتماع النهارده مع احمد عبد الرؤوف مع مين؟ مع ناصر منسي. ليه؟ ان ما دار في الجلسه ان عبد الرؤوف بيتكلم مع ناصر منسي انه مقتنع بيه وان هياخد وقت اكبر الفتره الجايه، وده اسمه يعني عاوز ناس كده تتجمع معاه وتصوت والله العظيم معايا. ليه؟ بص يا سيدي، انت مهاجمك الاساسي حاليا هو سيف الدين الجزيري، وده حاجه اصلا تخليك ترجع لوحدك. سيف الدين الجزيري، وعندك عمرو ناصر وهدي الدباغ احمد شريف وعمر فرج الفلسطيني اللي بيلعب في نادي ما بيعرفش بيلعب، ما بيلعبش، مش فاهم قصته لحد دلوقتي. فانت عندك الاسم الرحمن الرحيم ادي 1 2 3 4 5 واحمد عبد الرؤوف بيجيب ناصر منسي يقول له يا باشا انا مقتنع بيك وهتاخد وقت الفتره الجايه. اصوت يعني، قول لي بس حد يرد عليا في الكومنتات، ورد عليا في الكومنتات. ما هو انت النهارده يعني انت المفروض اصلا تخف عدد المهاجمين اللي عندك ده، ويبقى عندك 1 و2 وتجيب مهاجم اجنبي كمان مع عدي الدباغ وعمرو ناصر، لان احمد شريف ساعات بيلعب مهاجم وساعات بيلعب وينج. بالنسبه لعمر فرج يتم ترحيله، مين تاني؟ سيف الدين الجزيري يمشي ويبقى عندك عمرو ناصر وعدي الدباغ وتجيب مهاجم كمان عليهم، وناصر منسي مع السلامه يتكل على الله. لكن انت النهارده ده اسمه تهجيص. حلو. وده اللي المفروض يحصل الفتره الجايه. والمعلومه اللي عندي ان مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه كابتن هشام لبيب تمام في الانتقالات اللي فاتت، خد المعلومه دي، ما تدخلوش في حاجه. يعني ايه ما تدخلوش في حاجه؟ رموا الملف كله على جون ادوارد، اختار اللي تختاره وتجيب اللي تجيبه وابعدنا عن الصداع. لكن ايه اللي حصل؟ دخلوا برضه تاني في الصداع. هتقول لي يا عم اونز، طب ما هم دلوقتي جايبين جون ادوارد عشان ياخد دماغهم. ما هو طبيعي اما اجي هلوم على جون ادوارد ولا هلوم على اللي معينه؟ هلوم على الاثنين، بس مين اكتر؟ اللي معينه. انت النهارده رامي الفوطه وحملت كل حاجه لجون ادوارد. فالنهارده راجل فشل في بعض الصفقات، مجلس الاداره مش عاوز يغلط نفس الغلطه بتاعت السيناريو اللي فات في الانتقالات الصيفيه، فقال لك وخد قرار باجماع مجلس الاداره ان هو لن يترك الحبل، بمعنى خالص بالبادئ اهو، لن يترك الحبل كله لجون ادوارد. يعني ايه؟ يعني هم هيتدخلوا معاه في الصفقات، لان من رايهم وده حاجه فعلا وضحت للجميع في بعض الصفقات ما كانتش في الامان المطلوبه وهم مش مقتنعين بيهم. فباجتماع الاراء ان هم هيتدخلوا جون ادوارد ورئيس النادي وهشام نصر فقط، لان ده كمان النص اللي ماضي عليه مجلس الاداره في عقد جون ادوارد. يبقى هشام نصر وحسين لبيب وجون ادوارد هم المسؤولين قدام الجمهور في الانتقالات الشتويه. لو ما جابوش لعيبه اسلخوا اللي خلفوهم، وانا من الاول هسلخ معاكم. تمام انت الله. حلو. تعال بقى نتكلم عن قصه المدعكه الكبير وهو حامد حمدان. حامد حمدان طبعا احنا اتكلمنا فيه، وتعالى اكلمك تاني وقلت لك ان في عقد ثلاثي ما بين الزمالك وحامد حمدان وده بروجيت. هل في عقد رسمي او اتفاق شفهي؟ بصراحه ما عنديش معلومه كامله، بس اعتقد ان في عقد ثلاثي رسمي. اعتقد عشان مش اللي انت بتهجس، بقول لك اعتقد في عقد ان الزمالك المفروض كان متفق على 20 مليون اعتقد او 25 مليون. ماشي. الزمالك حاليا بيجهز ال 25 مليون، مثلا حطوه 25 بلاش 20 مليون جنيه كاش. ليه؟ لان حامد حمدان النهارده الاهلي عاوزه، واعتقد نادي الشمال القطري كمان دخل في الصفقه. صحيح في الصفقه. فتخيل الصفقه اليتيمه العجبه اللي انت هتموت عليها، غيرك هيدفع اكتر من حقها مرتين وياخدها عادي. لان حامد حمدان زي ما قلت لك هو جوهره في نص الملعب. والحمد لله ارجع لفيديوهات في القناه القديمه اسمها المدرج الجنوبي وهتشوف كلامي على حامد حمدان لما اتكلمت وقلت الراجل ده جوكر بيلعب نص ملعب، مركز 6 مركز 8 بيلعب مدافع. شوف النهارده مثلا مباراه المغرب كانت بتلعب النهارده، كان وائل الكارتي بيلعب مركز 6، الراجل اللي مكسر الدنيا هنا في مركز 8 وساعات بيلعب مركز 10 كمان، اعتقد بيلعب مركز 10 كمان لان تحتيه بلاتو توجيه واسمه تاني ده مهند لاشين. النهارده بيلعب بمركز 6 بادوار دفاعيه بحت. فتخيل الفرق. حامد حمدان يقدر يغطي لك مركز 6 مركز 8 ولو احتجته في مدافع كمان. بالنسبه لقصه المدافع حسام عبد المجيد وقصه الرحيل زي ما كلمتك قبل كده ان الزمالك عقد حسام عبد المجيد في 2027 ده نهايته. في اتفاق حاليا
ان حسين عبد المجيد هيجيب عرض للرحيل، وتلاقي بيعه لو جاب مبلغ من 2.5 مليون دولار ل 3 مليون دولار مشيه. عندك مدافعين كويسين في الدوري المصري زي اسامه جلال لاعب بيراميدز، وزي هادي رياض مدافع بتروجيت، مدافعين كويسين مع محمد اسماعيل مع الونش مع ان شاء الله وده احمد حسام، او تقدر تجيب كمان صفقه في الدفاع. فانت لو تقدر تمشي لعيبه من عندك زي عمر فرج، زي سيف الدين الجزيري، زي سيف فاروق جعفر، زي محمد عواد، عندك لعيبه كتير تقدر تمشيهم، شيكو بنزا مثلا، وتجيب بفلوس من لعيبه سوبر تقدر على الاقل شيء تعمل فريق كويس، فلما يجي لك ايقاف قيد في بدايه السنه تبقى انت في الامان. وانا كنت اللي بصرخ فيه في بدايه الموسم في الصفقات ان انت هات كل الصفقات اللي انت محتاجها عشان لما يحصل ايقاف قيد تبقى انت في السليم. فخلينا نشوف الايام الجايه، كل يوم الاخبار بتبان ولما بتبان كل ما تقرب من شهر واحد والصفقات. وهنا في القوه مع الأنس كل جديد هيطلع اقوله لك. الكلام المكرر والمعارض، يعني النهارده مثلا في مشكله حصلت بسبب سحب عقد نادي الزمالك في مرسى مطروح، ويطلع لك الزمالك ومش الزمالك. على فكره الدوله عاوزه تعمل مشروع هناك، فسحبت كل الاراضي مع تبديلها باراضي ممتازه برضه، لانهم عايزين مشروع هناك. فيطلع الزمالك اعتقد ليه وسموحه ليه وكذا فريق ليه، كذا فريق ليه هناك. فما خليش ما تجيش ورا الاخبار الهستك بيستك ويضحكوا عليك بيها. كل الانديه او كل الناس اللي ليها اراضي هناك الدوله خدتها مع تعويضها باراضي مشابهه، وده يرجعك لقصه الارض، ان في حد حط على الارض حط تحتها مليون خط، لكن الارض بتاع 6 اكتوبر ما حدش من الدوله عاوزها. فده دليل انه بيخنقوا نادي الزمالك عشان يسيب الارض. مجلس اداره زي ما قلت لك هيبقى الارض يا الرحيل، وحط لك في الكومنتات. هنا انا وصلت معاك للنهايه. لو عجبك كلامي اول ما تشوفني هتشرف بالدعم ليكم، تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. ما عجبكش كلامي حط رايك في الكومنتات، واقف دماغي ويحترم، وباذن الله اشوفك جديده، والسلام.